اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب؟ كل سنة وكلكم طيبين، وشهر رمضان سعيد وخير علينا كلنا يا رب. وكل سنة وكلكم بخير وفي أفضل صحة يا رب. النهاردة بقى هنعمل شوية ليمون مخلل مع بعض كده لزوم رمضان. تعالوا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة رحت كده جبت 4 كيلو ليمون وجبتهم شروة. يا جماعة الشروة حاجة حلوة زي ما انتوا شايفين كده، الليمون قدامكم زي الفل. انا بتكلم في فيديوهاتي كلها على موضوع الشروة، لان في ناس كتير بتقولك الشروة دي حاجة مش حلوة. لا، الشروة حاجة حلوة، حاجة حلوة جدا كمان. بس بصي فيها كويس. تمام. وزي ما انت شايفة كده الليمون اللي قدامك ده ليمون من الشروة. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه في الليمون الحلو اللي قدامنا ده. اول حاجة جبت الليمون كده اديته شطفتين الاول من الحنفية، وبعد كده رحت رايحة على النار حطاه في حلتين كبار كده، وبدأت ان انا اسلقه. هسلقه ازاي؟ انا هسلق الليمون بتاعي يا دوبك 3 غلوات بس على النار، غلوة والتانية والتالتة، وبروح ماسكاه كده جساه الاقيه ايه، زي اللي استوى كده لما بتك عليه، وبروح على طول منزلاه من على النار زي ما انت شايفة كده. مفيش ولا واحدة دايبة ولا واحدة مفرقعة ولا اي حاجة خالص. ليه؟ لاني انا بنزله بسرعة من على النار. وبعد كده بغير له ميته كل ساعتين كل 3، على حسب انت قادره تغيري له الميه بتاعتك كل قد ايه. بس عايزه اقول لك كل ما تغيري له الميه قوي هيطلع معاكي احلى واحلى. هنا بقى في اللقطه اللي فاتت دي كنت بقول لكم ما تنسوش تحطوا لي لايك ها. هنا بقى بصوا بوريكم الليمون، بصوا دايب ازاي، شايفين؟ بقطعها هي اصلا عايزه تتاكل كده من قبل ما تتخلل، وفعلا ده اللي انا عملته، كلتها من قبل ما تتخلل. جبت بقى معايا البطرمان الحلو زي ما انتوا شايفين فاضي كده. البطرمان ده اصلا انا بخلي فيه، يعني هو كان فيه ليمون وخلص وانا جبت ايه، ليمون تاني. هنا بقى دي الشطيطه، واللي ما شافش الشطيطه ازاي انا عملتها يروح عندي في القناه هيلاقي الفيديو كامل يتفرج عليه، هيفكوا قوي قوي. تمام. جبت بقى هنا عندي طبق فاضي، ورحت نازله كده بالفلفل الشطيطه عليه. عايزه اقول لكم ان الحاجه، اي حاجه في البيت بتنفع، اي حاجه في البيت ليها عوزتها وما بتخسرش. وهنا بقى جبت كيس ملح وهفضي كمان ربعه كده على الشتيته دي. ما تتخضيش، الملح مش كتير، عشان ما تقوليش يا ده كل ده ملح حطيتيه، لا الملح مش كتير. وكمان انا بحب الخل السايب، بقول لكم ان انا بحب الخل السايب، وكمان بحب الازايز بتاعت الشويبس دي جدا، يعني بتعجبني المكعبره بتاعتها. هنزل هنا بالخل وهبدأ اقلب الكلام ده كله على بعضه، الخل مع الشطيطة مع الملح. ما بحطش حاجة في الليمون بتاعي اكتر من كده. وهمسكهم اهو ادوبهم جامد. بصي ما زودتش ميه، ما زودتش اي حاجة، انا بس كل اللي حطيته خل وشطيطة وكمان ملح. هاجي هنا في البطرمان بتاعي هنزل ب5 6 معالق كده من الخلطة دي في قلب البطرمان الفاضي اللي انا هخليه فيه. اهو بصي حطيتهم معلقتين 3 كده. طبعا ايدينا مغسوله وزي الفل، احنا بنعمل حاجه بيتنا فاكيد غاسلين ايدينا طبعا كويس جدا. هننزل هنا بقى بالليمون على الخلطه اللي انا حطيتها في الاول. بصوا بقول لكم مش قادره اقاوم باكله هو يعني مسلوق بس، ما بالكم بقى لما يتخلل. حطي قد ما عينك كده تشوف، وروحي نازله بقى. هروح نازله بقى بشويه خلطة من اللي انا عملتهم دول على على شوية الليمون دول. يعني انا كل ما بحس ان عيني شافت حبة بروح حاطة عليهم ايه شوية ليمون شطيطة على الوش، وهكذا. بقول لك هنا ان انا مش هستخدم الا الشفشق ده ميه بس، انا مليت الشفشق ده ميه بس، مش هستخدم غيره. هزود بقى هنا معلقتين اهم من الشطيطة، وهبدأ أعبي في الليمون تاني.
نفس النظام، هحط برضو معلقتين من الشطيطة اللي هي عبارة عن خل وملح وفلفل، وهزود شوية من المية. ما مليتش مية الا الشفشق ده بس. ليه بقول كده؟ هقول لكم ليه في اخر الفيديو. هزود برضو شوية خلطة من اللي انا عاملاهم دول لحد ما احس ان انا خلاص البطرمان عندي اتملى وبقى زي الفل. ليه بدوس كده؟ لازم ادوس كده عشان اخلي الليمون ما يبقاش عايم عندي على الوش. لازم الليمون يبقى نضغط عليه كده عشان ينزل لتحت. بصوا بقى، خلاص كده انا خلصت ومليت البطرمان بألف هنا والشفا كده. بصوا بقى انا سايبه شويه ميه هنا ازاي. ليه بقى باكد دايما ان انا ماليه الميه دي بس؟ عشان انا عايزه الليمون تبقى ميته تقيله. عايزه الليمون بتاعي اشرب الميه بتاعته بالمعلقه. يعني انا بس يا دوبك بساعده بالشفشق الميه ده بس. لكن هو اصلا هينزل الميه بتاعته، هينزل ميه لذيذه كده تقيله. تقومي انت ممكن تغمزيها بالعيش، ممكن تشربيها شرب بالمعلقه. انت متخيله ديت؟ بتبقى الميه بتاعت الليمون نفسها سميكه وتقيله. عشان كده دايما باكد عليكم في الفيديو ان انا ما حطيتش الا شفشق الميه دي بس. الحركه دي بقى مهمه جدا، لازم اي مخلل تعمليه لازم تعملي الحركه دي لازم. بصوا الفلفل الشطيطه، بصوا بقى من تحت كده. الحبه اللي انا حطيتهم راقدين ازاي من تحت، عشان يبقى فيه شطيطه من تحت وفي نفس الوقت شطيطه من فوق وشطيطه في النص، اللي هي الخلطه اللي انا عاملاها. وزي ما قلتلك لازم تعملي الحركة دي لازم. هنا بقى خلاص البطرمان بتاعي كان زي ما انت شايفة كده اتملى وبقى زي الفل. وبقى كمان زي السكر. كل المية دي هتبقى عبارة عن مية ليمون بس. مش هيبقى فيه مية اللي انا حطاها، هيبقى عبارة عن مية ليمون تقيلة كده وسميكة وطعمها زي السكر وزي العسل. متخيلوش انا بحب مية الليمون دي ازاي. بس كده الفيديو بتاعي خلص، واشوفك الفيديو الجاي على خير، واوعي تنسي اللايك والاشتراك.